لو بتدور على كارت شاشه رخيص يشتغل معاك جيمنج ومونتاج ويديك اداء جبار فانت في المكان الصح. وكمان عندي ليك مفاجاه انك ممكن تكسب 1000 جنيه بسهوله لو كملت الفيديو للاخر. انا جيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد. كلنا شايفين الكروت الجديده اللي بتنزل باسعار فلكيه وكل الناس بتتكلم عنها، وسايبين الكروت اللي بسعر قليل. ما تزعلش نفسك يا اخويا، عشان انا جايب لكم افضل كروت شاشه بسعر يبدا من 10 دولار حوالي 500 جنيه مصري لحد 100 دولار حوالي 5000 جنيه. ومش عايز واحد يجي يقول لي ان دي كروت شاشه رخيصه مش هتديني اداء كويس. استنى اشوف الاداء عشان هيبهرك. وانا مش مختار كروت وخلاص، دي كروت منتشره جدا وتقدر تلاقيها في اي مكان، وكمان هتديك افضل قيمه مقابل سعر. وانا بقى يا صديقي عامل لك مفاجاه في الفيديو ده، ان انا عامل جيف اواي على الكيبورد ريد دراجون كي 506. الكيبورد ده سعره بيوصل 1500 جنيه، بس ممكن يكون ليك انت مجانا. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ طيب ازاي اكسبه؟ كل التفاصيل هتلاقيها في اخر الفيديو، بس لازم تركز في كل ثانيه وهتعرف ليه في الاخر. وكالعاده ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونسال اهلنا المستضعفين في كل مكان وربنا ينصرهم. قلبك عامر بالإيمان لا إله إلا الله. في البدايه هقول لك نظامنا في الفيديو هيكون عامل ازاي. بص يا اخويا، احنا هنبدا بالكروت الاقل سعر لغايه اغلى كروت معانا، وبعد ما نخلص مواصفات كل كارت ونتكلم عن كل نقطه بالتفصيل هعرض لك اختبار سريع للالعاب، وهقول لك على كل كبيره وصغيره عن الكروت سواء مميزات وعيوب ومواصفات عشان تعرف كل حاجه عن الكارت اللي انت هتشتريه. نبدا بقى باول ميزانيه وهي ميزانيه ال 10 دولار اللي هي حوالي 500 او 600 جنيه مصري. افضل كارتين في الميزانيه دي هم الار 7 250 والار 5 340 اكس. بتكلم عن نسخه الكروت اللي بتيجي ب 2 جيجا في رام جي دي دي ار 5. الافضل من بين الكارتين هو الار 7 250 وافضل بفرق كويس جدا كمان. تعال اقول لك مواصفات الكارت مع ذكر الفرق بينهم. بالنسبه للار 7 250 كارت من الزر 2013. الكارت ده يا اخويا جايب نسختين، نسخه ال 1 جيجا ونسخه ال 2 جيجا. احنا هنجيب نسخه 2 جيجا جي دي دي ار 5، ولازم تتاكد ان النسخه جي دي دي ار 5 لانه في نسخه ثانيه جي دي دي ار 3 والفرق بينهم بيوصل ل 50%، فبيسحب حوالي 65 واط. يعني ما تقلقش قوي من حوار سحب الطاقه. الكارت هيديك اداء كويس في العاب زي جي تي اي 5 وبيس 19 و21 وفيفا 19 والالعاب المتوسطه. الكارت بيقدم اداء كويس جدا بالنسبه لسعره، واعلى من ار 5 340 اكس فرق كويس. هيجي واحد يسالني ازاي طيب يحط الار 7 250 اقوى منه في الالعاب وال 340 اكس ازاي احدث منه بسنتين؟ هو سؤال منطقي جدا يا صديقي، تعالى اجاوبك. كارت الار 5 340 اكس هو نسخه متعدله من كارت الار 7 240، معروف على الترددات شويه لكن مش قريب من الار 7 250، والفرق بين الكارتين ممكن يوصل ل 20 و30%. وكمان يا صديقي كروت الار 5 كانت موجهه للفئه الاقتصاديه، والكروت دي تنفع للاستخدام المكتبي على عكس فئه الار 7 كانت للفئه اللي بين المتوسطه والاقتصاديه. طب دي اهم الفروقات اللي بين الكارتين. تعال نشوف اختبار سريع لكارت الار 7 250 وندخل على الكارت اللي بعد كده. Stupid Euro. Just win or die quick. ده كان اداء الكارت في الالعاب يا صديقي. انا شايف انه افضل كارت في ميزانيته وبيقدم قيمه مقابل سعر. تعالى بقى تاني كارت معانا هو في حدود 15 دولار اللي حوالي 800 جنيه مصري، وافضل كارت في الميزانيه ديت هو الكيس 620. الكارت بيجي ب 2 جيجا في رام جي دي دي ار 3 وبيسحب حوالي 45 واط، يعني يشتغل على اي باور بدون مشاكل باذن الله. والكارت شغال على معماريه الماكسويل. الكارت مصمم للشغل والجرافيك والمونتاج، لكنه هيديك اداء كويس في الالعاب واقوى من الكارت اللي فات. ولو سعره تخطى 16 دولار او 17 دولار ما تجيبش الكارت، لانه في الوقت ده هيكون في خيارات افضل هقولها ليك ولكن بعد اختبارات الالعاب. طب ما تيجي بقى لتالت فئه معانا وهي فئه ال 20 دولار ل 25 دولار اللي هي من 1000 جنيه ل 1200. افضل كارت بسعر 20 دولار هو جي تي اكس 650 تي اي، وافضل كارت بسعر 25 دولار هو جي تي اكس 750 1 جيجا. تعال اقول لك الاول مواصفات الجي تي اكس 650 تي اي. الكارت من الزر 2012، مع انه الزر اقدم من كل الكروت اللي فاتت الا انه اقوى منهم كلهم. عشان كده بقول لك يا صديقي انه تاريخ الانتاج مش دليل على قوه الكارت. الكارت جايب 1 جيجا في رام جي دي دي ار 5. اكبر مشكله في الكارت انه بيسحب 110 واط، صاحب كبير نسبيا على كارت زي ده. لكن الكارت ده كان معايا انا شخصيا من فتره وكنت مشغله على باور 320 واط بتاع كيس استيراد، يعني لو عندك باور 250 واط هيشتغل كويس برضه. الكارت كويس في الالعاب المتوسطه. طب ما تيجي نشوف الاداء الفعلي في الالعاب وبعدين ارجع اقول لك على مواصفات ال 750. وعلى فكره الاختبارات هتكون مع كارت يعتبر بنفس سعر 650 تي اي وهو الجي تي 730 2 جيجا.
احنا كده يا صديقي قلنا مواصفات ال 650 وعرضنا اختبارات العاب. تعالى بقى لمواصفات الجي تي اكس 750. كارت من اصدار 2014 وجايب 1 جيجا في رام جي دي دي ار 5 وبيسحب حوالي 55 واط. هو يعتبر نفس اداء الجي تي اكس 750 بس مع معماريه احدث اللي هي معماريه الماكس ويل وصاحب طاقه اقل، وده اللي خلى الجي تي اكس 750 اغلى بفرق $5 تقريبا. لو معاك ميزانيه زياده هات الكارت ده بدل 650. طب تعال نشوف اختيارات العاب للكارت ده وارجع اقول لك على بديل افضل منه بسعر مقارن. طيب يا حوده، هل في بديل لكارت ال 750 ويكون معماريه احدث ويدعم دايركت اكس 12 بشكل كامل؟ ايوه يا صديقي، عندك كارت جي تي 1030 دي دي ار 5 افضل من 750 بس بسعر زياده حوالي $5. تعالى بقى الخامس فيها معانا وهي فئه ال $40 اللي هي حوالي 2000 جنيه مصري. السعر ده بالذات هتلاقي كروت كتير جدا. اهم الكروت اللي في الميزانيه دي هي الار اكس 550 والار اكس 560 والجي تي اكس 750 تي اي والجي تي اكس 960. كل الكروت دي نسخه 2 جيجا جي دي دي ار 5. سعر الكروت بيبدا من حوالي $35 ل 45. كروت كويسه وبتقدم قيمه مقابل السعر. الصوره اللي جايه دي هتوضح لك المواصفات الاساسيه لكل الكروت. ده انجليزي دي يا مرسي. طب ما تيجي يا صديقي اقول لك انا افضل كارت فيهم من حيث الاداء في الالعاب. افضل كارت فيهم من حيث الاداء في الالعاب هو جي تي اكس 960 2 جيجا ويليه الار اكس 560 ويليه جي تي اكس 750 تي اي ويليه الار اكس 550. ده بالنسبه للاداء في الالعاب. وبالنسبه لاستهلاك الطاقه بقى اعلى كارت بيسحب طاقه فيهم هو 960 لانه بيسحب 120 واط ويليه 750 وال 560 بيسحب طاقه متوسط من 60 ل 75 واط. اقل كارت من حيث سحب الطاقه هو ال 550 لانه بيسحب 55 واط. انت حيرتنا يا محمود. طب انا اختار ايه فيهم؟ بص، هو الافضل في الاداء العام هو ال 960. اقوى كارت في الكروت اللي ذكرتها وبيتفوق على 560 بفرق حوالي 25%. مناسب للالعاب على دقه 1080 باعدادات متوسطه وعاليه وقريب من كارت زي الار اكس 75. بس مشكله الكارت انه سحب للطاقه عالي شويه لانه بيسحب 120 واط زي ما قلت لك، بس هو يقدر يشتغل على باور 320 واط و 350 واط بدون مشاكل. دي كانت الخلاصه من غير كلام كتير. تعال بقى نشوف مقارنه في الالعاب للاربع كروت مع بعض. سادس ميزانيه معانا بقى وهي ميزانيه ال $50 اللي هي حوالي 2500 جنيه مصري. في الفئه ديت عندنا خيارين، خيار من نيفيديا وهو جي تي اكس 1050 2 جيجا وخيار من اي ام دي والار اكس 75 4 جيجا. الافضل في الاداء بين الكارتين هو ال 570. الفرق واضح جدا يعني ويعتبر مفيش مقارنه اصلا. بس للاسف يا صديقي الحلو ما بيكملش لانه اغلبيه الكروت دي تعدين. يعني لو انت قلقان من حوار التعدين هات ال 1050 كارت كويس برضه. تعال اقول لك مواصفات ال 570. كارت من اصدار 2017 وجايب 4 جيجا في رام جي دي دي ار 5 وبيسحب حوالي 150 واط. بلاش تجيب باور اقل من 450 واط عشان الكارت يشتغل بدون مشاكل. من اقوى الكروت الاقتصاديه اللي بتقدم قيمه مقابل السعر خاصه تحت ال 3000 جنيه. بس خلي بالك قوي قوي وانت بتشتري واختبر الكارت كويس. طب انا عايز كارت يكون بنفس الاداء بس ابعدني عن حوارات التعديل. يبقى في الحاله دي ارشح لك الجي تي اكس 1060 3 جيجا. كارت سعره حوالي $70 ونفس اداء 570 في الالعاب ولكن افضل منه في كذا نقطه ثانيه كمان زي السوفت وير الافضل وافضل من حيث استهلاك الطاقه وينفع اكتر لصناعه المحتوى والمونتاج. تعال بقى نشوف اختبارات العاب للكارت. Hey, friend. بالنسبه بقى لميزانيه ال $100 اللي هي حوالي 5000 جنيه مصري، افضل كارت في الفئه ديت وبقدم قيمه قبل السعر هو الار اكس 5500 اكس تي. الكارت كويس جدا ونفس اداء كروت اغلى منه زي ال 1660 سوبر. تعال نتكلم عن مواصفات الكارت شويه. الكارت من اصدار 2020 وبيسحب 130 واط وبيعتمد على معماريه ار دي ان اي 1. الكارت بيجي بنسختين، نسخه 4 جيجا و8 جيجا جي دي ار 6. الفرق بين النسختين حوالي $10. لو لقيت الفرق كبير خليك في نسخه 4 جيجا. الكارت ده يا معلم كان نازل نفس كروت زي 1650 سوبر و 1660 سوبر. نسخه ال 4 جيجا بتنافس 1650 سوبر وافضل منها كمان، بس النسخه دي اقل من 1660 سوبر في الالعاب اللي بتحتاج فرام اكبر. تعال بقى نشوف اداء الكارت وبعدها اقول لك ايه تفاصيل الجيف اواي.
دي كانت الكروت اللي معانا النهارده يا صديقي. انا اخترت ليك افضل الكروت اللي بتقدم قيمه مقابل السعر. عارفك دلوقتي يا صاحبي مستني الجيف اواي. الجيف اواي هيكون على كيبورد دراجون كي 506، كيبورد ممتاز جدا للجيمنج والكتابه، ومش عايز احكي كتير عن مميزات الكيبورد، هسيب لك رابط تحت الفيديو فيه كل التفاصيل عنه. بالنسبه بقى لشروط الاشتراك في الجيف اواي، اولا تكون مشترك في القناه، تعمل لايك للفيديو اللي بتسمعه حاليا، وتشارك الفيديو على صفحتك الشخصيه، وتجاوب على السؤال السهل ده والاجابه بتاعته موجوده في الفيديو. والسؤال هو ايه افضل كارت بميزانيه $45؟ حاسب كده حاسب كده حاسبي كده. اتمنى التوفيق لكل اللي هيشارك، وان شاء الله اللي ياخد الكيبورد يكون شخص يستحق. وبس كده يا صديقي، كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا الكارت المناسب ليكم. لو عندك اي استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك باذن الله. مش عايزك بقى تنسى شرط الاشتراك في الجيف اواي، تكون مشترك في القناه ومفعل زر الجرس وعامل لايك للفيديو، وتكون عامل مشاركه للفيديو، وتجاوب على سؤال ايه افضل كارت شاشه $45. وان شاء الله في الفيديو القادم هيتم الاعلان عن فائز الجيف اواي، وهرد على الاسئله بتاعتكم. يعني لو عندك اي استفسار اكتب في تعليق وهرد عليك في الفيديو القادم باذن الله. بس خليك متابع القناه. كان معكم محمود ابو خطيب، اشوفكم الفيديو الجاي والسلام.